هنعمل النهاردة بسكوت الشوفان بطريقة صحية بسيطة، مقرمش وطعمه لذيذ. هناخده كسناك أو ناخده معانا في الشنطة لو خارجين ومحتاجين حاجة حلوة ناكلها. يلا نشوف. كوباية من الشوفان المطحون، نص كوباية من دقيق الحبة الكاملة، رشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، سكر دايت حسب الرغبة وحسب نوع السكر اللي بتستخدميه، رشة فانيليا، 2 معلقة كبيرة لبن باودر. هنقلب المقادير الجافة كلها مع بعضها تتداخل مع بعض كويس. ربع كوباية من زيت جوز الهند أو أي زيت نباتي. هنقلب بحيث كل المكونات تدخل جوه بعض وكل حبات الدقيق تتغلف بالزيت. ربع كوباية من اللبن هنعجن بيها، ممكن اللبن يزيد معلقة أو معلقتين حسب نوع الدقيق وحاجته. هنقلب كويس لحد ما تتكون عجينة لينة. هنسيبها 10 دقايق تشرب السوائل وتتماسك. هنجيب كيس هندهنه بنقطة زيت وكيس تاني كمان علشان نحطه على الوش أثناء الفرد. هناخد قطع قد بعضها ونحطها على الكيس، وأنا هنا باخدهم بالمعلقة المعيارية عشان يكونوا نفس الحجم. هنعملهم كور. هنغطيهم بالكيس التاني. بظهر الكوباية هنفردهم كلهم بسمك متساوي. هنرجع بوش الكوباية ونقطعهم دواير. هنشيل الزيادة. هنخرم البسكوت بظهر عصاية الشوي أو الوود ستيك بتاع الشوي. استخدم الأداة دي، هي سيليكون وبتخرمها لي مرة واحدة. على صينية فيها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت هنرص قطع البسكوت. هندخلهم لفرن 180 درجة لمدة 20 ل 25 دقيقة. هنقفل الفرن وهنسيب البسكوت جواه لحد ما يبرد تماما علشان يقرمش. وبس كده. طعمه حلو ومشبع ومنقذ في وقت الخروج وبرضه منقذ وقت الجوع. يلا جربوه وقولولي رأيكم ايه، وألف هنا.